عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم كيكة بدون جلوتين. الناس اللي عندهم الحساسية ديال السيلياك، حساسية الجلوتين، اللي ما كياكلوش الدقيق ديال القمح. الناس اللي عندهم هاد الحساسية هاد الكيكة هادي وجدتها غير بالدقيق اللي بدون جلوتين. الناس او لا تستعملوا فيها الدقيق ديال الذره، كتجي زوينه. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. هنايا كناخذ اناء اللي غنخلط فيه الكيكه، كنضيف ليه الزيت، كاس ديال العنبه، القياس ديال كاس العنبه. ولا عندكم هذا الكاس هذا ما ديروهش عامر. كناخذ البيض كناخذوا 4 ديال البيضات على حساب نتوما الكميه اللي بغيتو، على حساب المول اللي عندكم. هذا المول اللي عندي انايا كيف ما كتشوفوا متوسط. ضفت ليه 4 ديال البيضات مع كاس ديال الزيت. كنخلط هاد البيض والزيت حتى كيتخلط البيض مزيان. كنضيف ليه شويه ديال الملح، قبيصه صغيره ديال الملح. الناس اللي هاد الكيكه هذه كيف ما قلت لكم، الناس اللي عندهم الحساسيه ديال الجلوتين كتجي زوينه بزاف. الناس اللي ما تعرفوش يصايبوا الكيكه واش يعني ما كيعرفوش واش غتستاق ليهم ولا لا. هنا كنضيف لها دانيت اللي يعني اللي غنخدم به. دانيت اللي حتى هو عنده بدون جلوتين، يعني اي حاجه مكتوبه فيها بدون جلوتين. وخصوصا كاين بعض الحوايج ولكن قلالين اللي مكتوبه فيهم بدون جلوتين، هي اللي يعني خصوصا الناس اللي عندهم الحساسيه باقا يعني كلا اكتشفوها كتأذيهم. هذا مجرب يعني دانيت اللي بدون جلوتين. كنضيف كاس ديال سنيده وكنخلطو حتى كتذوب سنيده. يعني كاينين من الجمعيات اللي كيديروا التحاليل لهاد المواد اللي بدون جلوتين، بحال الدقيق داك، الحليب ديال الجوده حتى هو. الناس وسنطرة، الناس اللي فيه مكتوبه فيه سون جلوتين، حتى هو زوين ما كيأذي ما حتى شي حاجه. كاينين المنتجات اللي هما يا فيهم بدون جلوتين كيكونوا زوينين وما كيأذيوش الناس اللي عندهم الحساسيه ديال الجلوتين، مجربين. وكاينين جمعيات اللي داروا ليهم التحاليل، يعني كاينين جمعيات اللي جمعوا الفلوس بوحدهم وداروا تحاليل لبعض المواد ولقاوها انها بدون جلوتين، انها صالحه باش الناس تناولها. نضيف هذاك الدانيت ونخلطو حتى هو حتى كيتخلط. كنضيف هنايا فاني، الا عندكم الروح ديال الفاني حتى هو يمكن لكم تستعملوه. هنا كنستعمل هاد الخمارات هادو اللي عندهم ايديال. معروفه ان هاد الماركه ديال ايديال كتكون بدون جلوتين في بزاف الحاجات، في الفلان، في بزاف الحاجات فيهم ايديال. وهنايا كنضيف الدقيق، كنضيفو الكاس الاول وكنخلطو. الدقيق عندي بدون جلوتين. عندي هنا كاس بدون جلوتين ديال شار، دقيق ديال شار. وعندي كاس مخلطه فيه الروز ودقيق الروز والدقيق ديال شار. يعني كاس، جوج الكيسان اللي غنستعمل، مخلطه كاس عادي وكاس مخلطه. كنضيف هنا الخمارات. انا ما كندير لا اشهار لاي ماركه، ما كنديرش لهم الاشهار. كنقول لكم غير الحاجات اللي انا مجرباهم وما كيأذيوش الصحه ديال الناس اللي عندهم حساسيه ديال الجلوتين. هنا الدقيق يمكن لنا نضيفو كاس ديال الذره، كاس ديال الدقيق ديال الشعر، الدقيق ديال بدون جلوتين، اي نوع ديال الدقيق اللي نتوما مجربينه ناجح معاكم. ويمكن لنا نضيفو ليه نص كاس ديال الروز، يعني يكونوا مخلطين، تخلطوهم من الاحسن. وعاد كتبقاو تضيفوا في الكيكه او اي نوع ديال الحلوى كيجيو ناجحين. غير ما تكتروش الذره بزاف، ومن الاحسن تكون الذره مطحونه بزاف. يعني كاين الناس اللي كيطحنوا الذره يعني في الالات اللي كيخليو الذره ماشي يعني ماشي لينه. طحنوها وغربلوها مزيان باش كتجي ناجحه معكم في الخبز، في الكيكه، في اي نوع ديال الحلوى.
نتوما شوفوا القوام ديالها ما يكونش جاري بزاف باش ما ديك الكيكه ما تخواش لكم من الوسط، ما يكونش عاود عاقد باش ما تجيكمش الكيكه كتفرتت بزاف. انا جاوني هنايا جوج ديال الكيسان، هاد شويه اللي بقى هو اللي غندهن به الطاوه ديال الفران. الطاوه المول اللي غندخلوه للفران، ندهنوه بشويه ديال الزيت ونضيفوا ليه شويه ديال الدقيق، نسرحوه فيه كامل ونخويو فيه الكيكه. كيف ما كتشوفوا هذه هي الكيكه اللي غندخلها للفران، غنشعل عليها العافيه من التحت حتى كتطلع. وكان الا ما تحمراتش تضيفوا شويه من الفوق، تشعلوها شويه من الفوق. كيف ما كتشوفوا الكيكه هي هذه كيكه عاديه. التزيين كيبقى لكم اختياري، انا حكيت هنا فوقها شويه ديال الشكلاط، يمكن لكم تحكوا فوقها تحطوا فوقها اي حاجه، يبقى لكم التزيين كيف ما قلت لكم كيبقى اختياري. وهذا هو، هذه هي الكيكه. وشكرا على المتابعه. ان شاء الله نبقى نحط وصفات اللي بدون جلوتين، وشكرا.